ونار يا خوتي، كارثه واش من كارثه. هادشي اللي غتسمعوه راه الصدمه. تحقيق مع الجده ديال الطفله اللي كل شيء كان كيشك فيها وكيقول بلا مخبعه شي حاجه ماشي هي هذيك. الطريقه ديال الكلام ديالها بحال كتبين عندها شي علاقه مع الاختطاف ديال الحفيده ديالها. التفاصيل اللي غادي تصدمكم بزاف في هذا الفيديو هذا، زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي ولا كيخلع، ما بنادم ولا يخاف على وليداتو. باش تسمعي جده عندها علاقه بهادشي راه ما بقات ثقه في هذا الوقت هذا. الله يحضر الباس، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا تفاصيل جديده وشنو وقع وكيفاش شكوا في الجده واش من علاقه الجده عندها بالحفيده ديالها. خليكم معايا. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال، الامور ديالكم تكون بخير وعلى خير. اول حاجه كلنا سندس، الطفله البريئه اللي ما عندها حتى شي ذنبها مسكينه، خرجت تلعب حدا الباب، يعني تلعب وترجع عند ماماها، والبنيته كتخاف واحد الدرجه اللي هي كبيره، يعني ما تقدرش تفوت اكثر من واحد 10 متر او 5 متر على الباب، حيت البنيته كتخاف ومعلقه بالام ديالها بزاف. هذاك الشيء علاش كانت خرجت مسكينه وكتلعب حدا الباب. المهم اخوتي، الناس اللي ما عارفينش بلا سندوس والام ديالها والاب ديالها جاو غير ضياف عند الجده، حيت الام كانت حامله ومقبله على الولاده. قالت غتمشي عند الام ديالي نولد عندها وهي تنفسني وتكون بيا، ما كاين ما احسن من الام ديالي تحن فيا وتقابلني وتعطيني شويه ديال الوقت. وهذا الشيء اللي دارت ام سندوس، مشات عند الام ديالها. وام سندوس واحد السيده اللي خدامه في التعليم، يعني كتقري الابتدائي. من وصلت لقيتها ديال الولاده جات عند الام ديالها، عندها خواتاتها، عندها كل شيء. قالت غادي نمشيو عند امي باش الام ديالي ترد لي البال وترد البال حتى لبنتي اللي باقا صغيره اللي هي سندوس. يعني خالات سندوس وجداتها يساعدوا البنيته، يقبلوها، يعاونوا حتى الام اللي هي نفيسه حيت تولي بخير وترجع لها الصحه ديالها، وهذيك الساعه ترجع لدويرتها. ولكن هنا كتكون المفاجاه او كتكون الصدمه، هي ملي كتجي هاد الام سندوس عند الام ديالها، يعني ما كانش متوقع نهائيا بلا هاد المجيه هذه اللي غتمشي عند امها غتكون اخر مره تشوف البنيته ديالها. احنا كنتمناو البنيته تبان، كنتمنى من الله شي معجزه من عند الله، ومول الفعله يتفضح اولا مول الفعله اللي دار البنيته يبان بشي طريقه، يعني كنتمناها من الله. هاد البنيته 80% اللي كيقولوا بان البنت تختطفات، ماشي داها الواد، حيت كي داها الواد راه غادي تبان الجثه ديالها، اولا المهم غتبان في واحد المده اللي هي قليله غادي تبان. يعني بزاف ديال الناس كيأكدوا بلا كاين اختطاف الطفله، ولا هو داك الصباط اولا اللي بوط في الواد غير باش يدوخوا الناس. يعني كنتمنى تكون هادشي واضح، يعني بحال مثلا هزها شي واحد غادي بها يهز داك الليبوط غيسلتو لها من رجلها وغادي يشير به الواد. يعني هنا بزاف ديال الحوايج اللي هما غموض. كنا شفنا السيد اللي بغى ينصب على العائله ديال سندوس، الحمد لله تم الاعتقال ديالو بحال هذاك النوع، زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيشوفوا الام والاب مأزمين امراضين، ربي اللي عالم بالداخل ديال هذيك الام اللي هي نفيسه، والاب يعني فقدان الكبد ديالهم راه شي حاجه صعيبه بزاف. المهم اخوتي هادشي واضح، ولكن شنو الدور ديال الجده من هادشي كامل؟ الجده ملي جات عندها الابنه ديالها تولد وتقابل ليها البنيته، خاصها تقابل ليها البنت، خاص خواتاتها يردوا البال للبنيته. يعني شافوا الام مريضه، السيده والده عندها تربيه في يديها، السيده مخليه دارها ومخليه دار عكوزتها وجايه عند الام ديالها باش تقابلها وتحضي ليها بنتها، وفهمت عين البنت كتختفى. يعني فين هو الدور ديال الجده؟ فين هو الدور ديال خوالاتها اللي تبارك الله مازال عندها خوالاتها باقا صغار وهما يقابلوا ليها البنيته؟ واش البنيته مخلياها حدا الباب؟ حنا ما غنلوموش الاخرى اللي نفيسه، الاخرى عندها تربيه، ولكن نفيسه راه جات عند الام ديالها باش ترد ليها البال لبنتها، والبنت كانت معاهم، هما اللي كانوا حاضينها على برا. ولكن الجده كتخلي البنت وكتمشي للمدينه، وخالاتها حتى هما هاملين هذيك البنيته، وعلى الله شحال هي على برا. هما كيقولوا 10 دقائق كل واحد وشنو كيقول. كنظن انا يعني اكثر من 10 دقائق هذيك البنيته كاينه في الباب. واش بنيته بعدات لشي بلاصه اولا مشات حدا الشانطي اولا مشات شي مكان اللي هو بعيد وشافها شي واحد وداها؟ هادشي كيبقى علم لله. ولكن هاد الدور ديال الجده ما دارش الدور ديالها نهائيا. كان خاصها ما تمشيش للسوق، صافي راجل بنتها مشى، انت قابلي البنيته، قابلي بنتك، قابلي التربيه اللي زايده. يعني راه الجده عندها واحد دارت شي اخطاء اللي هي كبيره. وهنا خوتي هاد الجده هذه بزاف ديال الاتهامات كيتهموا هاد الجده هذه الدرجه غادي يحقوا معاها اولا دخلت للتحقيق شي حاجه بحال هكا. هاد الجده هذه الاقوال ديالها الكلام ديالها ماشي موزون، يعني بحال كتدخل وتخرج في الهضره. شويه كتقول انا مشيت للسوق جيت، يعني شي هضره يعني بعيده. يعني مشيت للسوق كتبغي واحد المده ديال الوقت، مشيت للسوق جيت خرجت حدا الباب، انا كنت في السوق سمعت هذا الكلام هذا جيت. يعني الهضره ديالها ما فيهاش وضوح، يعني بحال مخبعه شي حاجه فيها ان. هذاك الشيء اللي بزاف ديال الناس وبزاف ديال الناس اللي متبعين هذا الشيء هذا كيقولوا خاصها هذيك السيده هذيك الجده خاص يكون معها التحقيق، ما يفلتوهاش، حتى تقدر تكون مخبيه شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك، اولا تكون مساهمه في شي حاجه، اولا تكون داخله في شي حاجه ماشي هي هذيك.
وهذا الشيء كيبقى علم لله، يعني كلام ديال الناس وما يروج عبر المواقع التواصل. الجده يعني كاينه شي حاجه مخبياها، واش عندها يد في هذا الشيء او لا؟ يعني هذا الشيء غادي يبان عام قريب، وكل حاجه راه كتفضح. راه بنادم في هذا الوقت راه ما بقاش يثيق نهائيا. راه شحال من حاجه حتى كنصدموا فيها، كنقولوا هذيك السيده لا هذيك جداتها، لا هذيك عمتها، لا هذيك خالتها ما يديروهاش، ما يفعلوش. ولكن من بعد حتى بنادم كيتصدم وكتخرج شي حاجه اللي ما كتكونش متوقعه نيشان، يعني ما كتكونش جايه لك على البال حتى كتلقى داك السيد راه هو مول الفعله او لا عنده علاقه بهذا الشيء هذا. وهنا كتكون الصدمه وكتكون يعني الكارثه. زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللي كان سبب في هذه البنيته يفارقها على الام والاب ديالها بهذه الطريقه هذه. واخا الام والاب مازال صغارين ومازال الحياه قدامهم، مازال يولدوا ويعاودوا ولدوا، ولكن البنيته الاولى ما عمرها كتنسى. خصوصا يعني ما عمر الانسان غادي يرتاح، خصوصا ما بانش البنت او ما بانش الى مثلا البحر عفوا الواد ما كانش داها، راه هنا عمر هذيك الام ما غترتاح، وكل عيد غتفكر بنتها. الام مشات عند والديها بلاصه الامان والراحه النفسيه، حتى كتمشي كتولي من الراحه النفسيه كتولي زعما جهنم، حتى اخي حاجه يخطفوا لك الكبد ديالك. وحسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي كيختطفوا الاطفال لوالديهم اللي مازال رضاع مازال صغارين، وشنو ذنب تهز بنيتها وتديها ولا وليد وتخلي هذوك الوالدين مقطعين عليهم. يعني راه هذا الشيء الله يسترنا والله يحضر السلامه. واللي عنده شي وليدات ديما كنقولها لكم يرد لهم البال، خصوصا اللي عنده عام عامين 3 سنين، يرد لهم البال حيت مساكن مازال صغارين وما كيقدروش يدافعوا على راسهم نهائيا. وعلموا ولادكم ما يمشيو مع احد، ما يمشيو مع جاره، ما يمشيو مع حتى شي واحد، يمشيو مع الاب والام، واللي عندهم اخ او اخت كبارين فقط. ولكن باش يمشيو مع الجيران، مثلا تكون بنيته في الروض تمشي عندها الجاره وتبغي تجيبها، خاصك بنتك او ولدك تعلميهم هذا الشيء هذا ممنوع. حيت بعض المرات الاطفال كيمشيو عندهم شي وحدين من العائله، جده او الجاره او شي حاجه وكيمشيو معاهم. من الاحسن علم وليداتكم هذا الشيء هذا لا. لا عطاك شي حلوه ما تشديهاش، قال لك نعطيك فلوس ما تشديهاش، قال لك يلاه طلعي معايا ما تشديهاش، حيت هذا الشيء راه ما مزيانش. وبعض المرات كتكون غير شي واحد كيكرهك من العائله او لا جارتك ما كتحملش كتبغي تنتقم لك من بنتك او ولدك، وكتكون عندها علاقه بعض المرات في هذا الشيء هذا. يعني راه واحد القصه حطها الخراز، يعني الجاره عفوا واحد السيد جار عنده الموطور مشى جاب مشى المهم الا بغيتو تشوفوا القصه دخلوا عنده باش تعرفوا علاش كنهضر. يعني علم وليداتكم ما يمشيو مع احد. هذا بالاتهامات كامله مشات للجده، وجميع الناس كيتهموا الجده، واخا هي يعني جده يعني هذيك الجده الام ديال الجده الام ديال ام سندوس، يعني الجده ديال الام كتكون حنينه، يعني مستحيل تادي بنتها، خصوصا بنتها مثلا بنت ولدها. نقولوا بعض المرات كتكون العجوزه ما كتحملش عروستها، ولكن الام ديال بنتها يعني كتكون حنينه اكثر، مستحيل تادي الحفيده ديالها. ولكن بزاف ديال الناس كيتهموها وكيقولوا ضروري خص التحقيق مع ديك السيده مخبعه شي حاجه ماشي هي هذيك، وتقدر تكون عندها علاقه في الاختطاف ديال الحفيده ديالها او لا دايره مع شي واحد، يعني شي حاجه ماشي هي هذيك تما. كنتمنى من الله الا كانت بصح كاينه شي حاجه بحال هكا تبان باقرب وقت، وهذيك السيده تفضح، والناس اللي واخدين هذيك البنيته حتى هما تبان العلامه فيهم ويتفضحوا، يشوفهم شي واحد او لا يعني كنتمنى من الله تبان في العلامه في هذه الوقيته هذه، في هذه العواشر، في هذا رمضان المبارك سعيد. المهم اخوتي، وبزاف نتعاود كيقولوا خاص الديور كاملين يدخلوا ليهم ويقلبوهم، ضروري هادشي غادي يكونوا داروا اكيد بلا يعني بلا ما يقولوها الناس، اكيد البوليس عارفين الخدمه ديالهم في هادشي هذا. والله يدير شي تاول الخير، والله تدخل شي معجزه هذيك البنيته ترجع للام والاب ديالها باش يرتاحوا ويعيدوا في خاطرهم ويكملوا رمضان في خاطرهم، واللي شاف بنيته يعلم بها. وهذا خوتي هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. السلام عليكم، الله يدير الخير.